اهلا وسهلا بكم في قناة صلح العطل بنفسك. النهاردة معانا فيديو جديد عن فرن الكهرباء ومشكلة بتقابل معظم الفنيين المبتدئين او اصحاب الجهاز نفسه اللي هم بيغيروا بنفسهم ويبقى هاوي. طبعا للي فاهم ده ما يسمى باسم السيرموستات اللي هو بتاع الفرن اللي بالكهرباء. طبعا هنشرح الطريقة وبعد كده هننفذ عملي على طول على نفس الفيديو. خليك معايا عشان تستفاد. اهم حاجة نفهم ايه وظيفة ده مجرد سيرموستات بينظم معايا درجة الحرارة. طيب بيجي العميل وبيشكي بيقول لي انا وديت الفرن الكهرباء دي وديتها لكذا فني ويغير لي السيرموستات، وفي نفس الوقت برضو الفرن على ما هي عليه ما بتسخنش كويس، ورغم ان السيرموستات جديد وانا بنجيب السيرموستات على اعلى درجة للاخر خالص، ولكن برضو الفرن تسخينها ضعيف. عندي الشمعة المفروض تعمل احمرار، ولكن الشمع ما بتعملش معايا احمرار. طيب هيجي الفني ركب وغير وتمام. طبعا في حد يجي يقول لي لا ده انا عندي الشمعة ضعفت. مفيش حاجة اسمها الشمعة ضعفت، في حاجة اسمها يا الشمعة شغالة يا مش شغالة. طيب يعني ايه يا هندسة؟ يعني انا كده عندي المشكلة. طب هل عندي النوع اللي انا جايبه ده نوع رديء فعشان كده انا محتاج مثلا نوع يكون كويس، ولا المشكلة عندي في التركيب انا مش عارف اركب؟ انا كده كده عندي دول طرفين، الطرفين دول هم ما فيهمش اختلاف، ولو اختلفوا الطرف ده ركب مكان ده وده ركب مكان ده ما عنديش اي مشكلة. طيب انا ليه بقى هندسة؟ بعد ما ركبت وشغلت في الاول على السيرموستات القديم كانت الشمعة بتنصهر باللون الاحمر، ولكن حاليا مفيش انصهار خالص باللون الاحمر رغم ان انا مركب السيرموستات جديد. مشكلتي فين يا هندسة؟ مشكلة عندك في ضبط السيرموستات. ضبط السيرموستات ليه شيء ما يسمى باسم مسمار رجلاش. ركز معايا هنا، احاول اوضح لك الدنيا على قد ما اقدر. اهو في عندي هنا مسمار اهو، لو نلاحظ المسمار ده اهو ده مسمار عادة اهو، يا رب يكون واضح. هتعمل ايه؟ هنمسك المفك العادة بالشكل ده اهو، وهنبدأ نلف لفة اتنين تلاتة لغاية ما نبص نلاقي عندي السيرموستات ظبط معايا. طيب انا هنعرف الكلام ده ازاي؟ تعال نشوف مع بعضنا واحدة واحدة. عندي سيرموستات اهو، هنبدأ نجرب عليه اهو. لو نلاحظ هنا المسمار هنا واضح اكتر اهو، المسمار بتاع الرجلاج. كل ما انا بندي سنة رباط اهو هنا، يعني لما انا بندي سنة رباط على المسمار ده اهو بالشكل ده، لاحظ ركز معايا هنا، هنلاقي الوش ده بيعلى وبيزج معايا سنة كده عشان يحمل اكتر على الطرف التاني وما بيفصلش بسرعة، بيدي معايا درجة انصهار يتحمل معايا درجة تسخين عالي. طيب خليك واحدة واحدة معايا اهو بالشكل ده. انا عدي المسمار بالشكل ده اهو اهو كده، وهنبدأ نلف اهو. لاحظ معايا اهو، بص لما احنا بنرجع ركز، بص اهو ركز معايا في الجزء ده كده اهو، شايف كده عندي الجزء ده هنا حمل اهو. لو رجعنا تاني اهو بالشكل ده هنلاقيه بدأ يخف معايا. ودي طريقة رجلشة الترموستات، ولكن السر في حاجة تانية. انا مش هرجلش الترموستات بالطريقة اللي انت شفتها دي. خليك معايا واحدة واحدة، هوريك الرجلاشة عند العميل على الطبيعة ازاي انا هرجلش السيرموستات قدامك. خليك معايا دلوقتي. هنبدأ مع بعضنا واحدة واحدة، هنعلي السيرموستات على الاخر وهنشغل مع بعضنا الفرن وهنستنى لها لحظات. هل
هيحصل عندي احمرار للشمع ولا لا. هنشوف الكلام ده مع بعضينا، وهنشوف هنعالج ازاي عملي زي ما احنا كنا متفقين. طبعا عندي السيرموستات على اخر درجة. انا المفروض يكون عندي في انصهار للشمع، ولكن مفيش رغم ان السيرموستات لسه جديد. طبعا بعد ما شغلنا المفروض ان احنا هنفصل كده. المفروض كنت الاقي في عندي انصهار للشمع، ولكن للاسف مفيش. طيب الحل ايه؟ خليك معايا. اول حاجة هتفصل التيار الكهربي. بعد ما فصلنا التيار الكهربي هنشيل وش المفتاح بتاع السيرموستات. هنبدأ طبعا ندي لفة بسيطة ناحية الشمال، وهنبدأ نشغل ونجرب ونشوف هل هتبقى فيه انصهار معايا ولا هنلف لفة كمان. خليك معايا. طبعا زي ما اتفقنا، لو عايز نزود درجة الحرارة هنلف سنة ناحية الشمال، لو درجة الحرارة عالية معايا هنلف سنة ناحية اليمين. طيب هل كده درجة الحرارة عليت معايا وبقي فيه انصهار ولا لا؟ هنشوف مع بعضينا دلوقتي الوضع هيبقى ايه. طبعا ما كانش في عندي انصهار خالص، ولكن الشمع زي ما احنا شايفين انصهرت خالص اهو، والدنيا بقت زي الفل، مش محتاجة معايا كلام تاني. وكده عرفنا ازاي هنحل مشكلة ان الحرارة ضعيفة من رجلاش السيرموستات. رجلاش الترموستات تاني هترجلش السيرموستات ناحية الشمال. لو انت حابب تزود درجة الحرارة هنلف لفة بسيطة ناحية الشمال وننتظر شوية ونرجع نكمل تاني. لو درجة الحرارة عالية معايا قوي ومهما وطيت السيرموستات درجة الحرارة بتبقى عالية، هنلف لفة بسيطة ناحية اليمين. وكده احنا نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. سلام.